حبايبي الحلوين، ازيكم يا شاطرين؟ النهارده جايبين حكاية جميلة خالص هنعرضها لكم في قناة خالتي سمولي. يا ريت تتابعونا وتعملوا لايك علشان تعرفوا كل القصص الجميلة اللي عمو حسن هيحكيها لكم. تعالوا معانا نشوف ايه اللي حصل النهارده. أنا عدود، أنا بحبك أوي يا سولي أنت وزين. ممكن تلعبوا معايا علشان كل ما بلعب معاكوا ببقى مبسوط. ممكن نجيب معانا قطوطة علشان هي كمان بتحب اللعبة أوي، ونتمرجع بالمرجيحة ونروح الجاردن. وكمان ممكن ماما تسمح لنا نلعب كورة واحنا واخواتنا كمان. اوكي، شكرا يا حبايبي يا حلوين. أهلا بيك يا دود، أنا كمان بحب سولي وزين وهاجي ألعب معاكم، بس ممكن ناخد بالنا من بعضينا علشان ضروري نلعب ويبقى في أمان. ممكن كمان قطوطة لما تيجي هناخدها معانا عند المرجيحة الكبيرة اللي هي فيها بيت، علشان سولي المرة اللي فاتت كان نفسه يتمرجع عليها مع قطوطة. كمان زين جربها صح يا زيكا الدين؟ مش انت جربتها مع مامتك وبعدين قلتلنا عليها؟ المرة الجاية هتاخدنا معاك احنا اهو، يلا بينا نلعب. استنى يا قطوط انت لو تشيكا، اصبروا. هنعمل فريقين، فريق هنسميه سولي الدين وفريق هنسميه زيكا الدين. هنعمل فريق شمال وفريق يقف يمين. هتلعبوا بالكرة، اللي هيكسب هنديله جوائز، وبعد كده نبقى نقعد نتغدى عشان مش هينفع نتغدى الأول علشان الأكل ما يتعبش معدتكم. وبعد كده بطلوا بقى لعب على الزحليقة دي، خلينا نلعب كرة أحسن. الكرة جميلة يا ولاد. انا بيني تهت ولا ايه؟ انا مش عارف انا كنت جاي يمين ولا جاي شمال. انا ماما فين؟ كانت قاعدة هنا قدامي. انا بيني مشيت غلط ولا ايه؟ ايه ده طفل صغير تايه. لا ما تعيطش، الحق يا دود، في طفل صغير تايه. يا عم حسن، يا عم حسن، يا عم حسن الحقنا، لقينا طفل صغير بيعيط في الجردل. يا خبر، طفل صغير تايه. يا عم حسن تعالى، انا عارف احنا المفروض نعمل ايه. المفروض نوديه عند السكيورتي عشان يندهوا عليه عشان يعرفوا مامته وباباه فين. يا عم حسن، يا عم حسن، في طفل لقيناه بيعيط. أنا يا عمو اسمي إبراهيم وساكن مع ماما في الجيزة. أنا حافظ العنوان كويس، وكنت قاعد أنا وماما تحت المظلة اللي جنب الجاردن. حبيبي ما تعيطش، انا فرحان بيك انك حافظ العنوان وحافظ اسمك بالكامل. اي حد يتوه مش مهم يروح عند السكيورتي، المهم يحفظ اسم كويس وعنوانه. انا خلاص هوديك ولا امه دلوقتي. نداء من مكتب السكيورتي. في طفل اسمه إبراهيم السيد أحمد تايه وموجود في مكتب السكيورتي، على والدته الحضور للمكتب ضروري. ابني حبيبي إبراهيم حبيبي موجود هنا أول. الحمد لله إن انتوا لقيتوه، ده أنا كنت قلقانة خالص ودورت عليه وقلبت الدنيا. إبراهيم، هاي مامتي حبيبتي، الحمد لله يا ماما أنا هنا موجود. الحمد لله يا ماما إن أنا لقيتك. انت اللي لقيتها؟ طب بص يا ابراهيم يا جميل، بعد كده اهو تفضل جنب ماما، ما تمشيش من المكان اللي هي قاعدة فيه علشان بعد كده هو ما تتوهش كده. والحمد لله ان احنا لقيناه. انا حسن عم الاولاد قالوا لي ان في ولد تايه وجبناه هنا على طول.
شكرا ليك يا أستاذ حسن. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي إنك أنتوا حافظتوا على إبراهيم واستنيتوا معاه لغاية لما أنا جيت. شكرا يا أستاذ حسن، شكرا ليكوا يا ولاد يا حلوين، ما شاء الله عليكوا اتصرفتوا حلو قوي. أنا اسمي لوتشيكا، خالته عصمولي بتقول عليا جميلة الجميلات، وأنا شفت إبراهيم وقلت لعمو حسن عليه على طول. وأنا اسمي عدود، خالته سمولي بتقول عليا أحلى الحلوين، أنا وصاحبي زيكا الدين وسولي الدين وأحمودي، كلنا كنا بنلعب مع بعض لغاية لما كنت أنا مستنيهم شفت إبراهيم وبرضه قلت لعمو حسن عليه. شكرا ليكم يا ولاد يا حلوين، شكرا يا لوتشيكا يا أحلى الحلوين، وشكرا يا أتايتو يا أحلى الحلوين. أنا متشكرة ليكم أوي أوي أوي. شكرا يا ولاد يا حلوين انك انتوا ساعدتوا طفل صغير، وفضلتوا واقفين جنبه لغاية لما لقى مامته. علشان كده اول ما ننزل من مكتب السكيورتي هديكوا هدايا حلوة خالص. وبرضو نقول لاصحابنا اللي بيسمعونا دي كانت حكايتنا النهاردة علشان نتعلم منها حاجة مهمة جدا. قبل ما نخرج من البيت لازم نبقى حافظين اسمنا بالكامل، وكمان نحفظ عنواننا علشان لو تهنا ولا حاجة نعرف نقول اسمنا. وكمان مفيش مانع لو حافظين رقم التليفون علشان نتصل بماما او لو تهنا ولا حاجة. ولو حصل وتهنا نروح عند اي ضابط شرطة او اي سكيورتي او اي حد نروح كبير نقول له على اسمنا ونخليه يتصل بوالدتنا. شكرا يا ولادي حلوين، ودي كانت حكايتنا النهاردة عرضناها في قناة خالته سمولي. شكرا، مع السلامة.